السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. رئيس الحفلة المؤقر والضيوف الكرام وأساتذتي الأعزة وأخواتي في الله، أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع التفكر في آيات الله تعالى. أيتها الأخوات، اتقوا الله تعالى وتفكروا في مخلوقاته وتدبروا في آياته، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المتفكرين، فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذم الله سبحانه وتعالى المعرضين الذين لا يتفكرون، فقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ولهذا كان السلف الصالح يتفكرون في مخلوقات الله تعالى ويتدبرون في آياته ويحثون على ذلك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر الساعة خير من قيام ليلة. وقال وهب بن منبه: ما قالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه، وذلك لأن التفكر في عجائب الخلق وأسراره يثمر تعظيم الخالق ومخافته، كما قال تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وإذا ننظر اليوم إلى تلك المخترعات العصرية بهرتهم بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، فأعجبوا بمخترعيها وصانعيها، وهي جزئيات صغيرة من أسرار الكون الذي خلقه الله تعالى وسخره وأطلع عباده على بعض أسراره وألهمهم معرفة استخدامه، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المخترعات ومخترعوها خلق لله تعالى، وقد وجه الله سبحانه وتعالى عباده في آية كثيرة من كتابه إلى التفكر في هذه المخلوقات، كما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه المخلوقات بعين الفكرة والبصيرة دله فكره على الخالق وعلى أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الموتى كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. وقد أمر الله الإنسان أن يتفكر في خلقه، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدعي الإنسان إلى التفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره، لأن في ذلك أعظم الدلالة على خالقه. ففي خلق الإنسان من العجائب ما تنقضي الأعمار دون الإحاطة به. فانظروا إلى النطفة، هي قطرة من ماء مهين مستقدر، كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب وساقها إلى مستقرها. فلو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو روحا أو عقلا أو عظما لعجزوا عن ذلك، لأن في ذلك قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم انظروا في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها، فهي أعظم من خلق الإنسان، كما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا رأينا إلى الأرض رأينا من أعظم آيات الله تعالى، حيث جعلها فراشا ومهادا لعباده وذللها لهم، وجعل فيها من المعادن المختلفة والنباتات المتنوعة والمخلوقات ذوات الأرواح من الناس والبهائم الأليفة والمتوحشة والحشرات ومن البحار والأنهار والجبال والرمال وما بين السماء والأرض من الرياح والسحاب المسخر والطيور السابحة في الهواء، كما قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ثم انظروا إلى الليل والنهار وتعاقبهما وتعارضهما الزيادة والنقصان بينهما، كما قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فكل هذه المخلوقات مسخرة بأمر الله تعالى، تؤدي وظائفها الكونية وتنتج ثمرات المطلوبة، وتسبح بحمد ربها وتنزهه بلسان المقال ولسان الحال عن أن يكون له شريك، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومع هذا عميت بصائر الكفار والمنافقين، فلم يعتبروا بهذه الآيات ولم ينظروا فيها إلا النظرة البهيمة المقصورة، واستكبروا في الأرض بغير الحق، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلم يعتبروا بمصير من سبقهم من الملاحدة والجبابرة والأمم الكافرة، كما قال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. أخيرا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التفكر في آياته والعمل بطاعته، آمين. تقبل يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.